أتدري من إذا أحسست بالهم، إذا أصابك الغم، إن أحسست أحيانا بضيق في الصدر، ليس أجمل من ذكر الله جل وعلا. الاستغفار يزيل الهم ويجلي الصدر ويشرحه. يا عبد الله، جرب هذا الدواء كل يوم. خرج يوما من الأيام مسافرا إلى بلد، فحل عليه الليل واشتد الظلام، فرأى الإمام أحمد مسجدا صغيرا، فدخل الإمام في المسجد وصلى فيه ثم أراد أن ينام. دخل الإمام ونام، فدخل عليه حارس المسجد قال: يا رجل ماذا تصنع؟ قال: أنام. قال: ليس بمكان نوم. ولم يعرف الإمام أحمد، ولم يخبره الإمام أنا الإمام أحمد، لو قال له لسمح له. قال: دعني أنام سويعات. قال: لا والله، لا أسمح لك أن تنام في المسجد، فاخرج. فحاول الإمام أحمد أن يقنعه فلم يستطع، فأخرجه. فنام الإمام عند عتبة الباب، فرجع إليه مرة أخرى الحارس قال: ماذا تصنع؟ قال: أنام عند الباب. قال: حتى عند الباب ممنوع. فإذا به وهو لا يعرف من الشيخ الكبير، جره جرا ورماه على قارعة الطريق. رآه الخباز ولم يعرف، فإذا به يأتي ويرأف لحاله. قال: يا شيخ، تعال عندي في المخبز أستضيفك الليلة عندي. فقام الإمام أحمد ودخل إلى المخبز وجلس ينظر إلى الخباز يعجن لوحده. لكن الغريب أن الخباز كل عجنة كان يقول: أستغفر الله، مع كل عجنة، ربما بالعجينة مئات المرات. فنظر الإمام أحمد إليه وانبهر، وهو لا يعرف الإمام. قال له الإمام أحمد: منذ متى وأنت على هذه الحال؟ قال: منذ زمن طويل. سأل الإمام أحمد: هل وجدت لاستغفارك هذا ثمرة؟ قال الرجل: نعم. قال: وما ثمرتها؟ قال: لم أدعو ربي دعاء واحدا إلا واستجاب الله، إلا دعاء واحدا. قال: دعوت ربي أن يريني الإمام أحمد بن حنبل. فقال الإمام: الله أكبر، قد استجاب الله دعائك، وأنا أحمد بن حنبل قد جرني الله إليك جرا.